اكتر حاجه بتخليني اكره حياتي هو التنميه البشريه او التفاؤل بزياده. يجيلك شخص معاه فلوس ومش شايف الدنيا غير بمنظوره هو، يقول لك اتفائل بكره احلى وكلام من ده. هو مش شايف ان في موقع جغرافي الحلم فيه بيفضل حلمي مش بيتحقق. فحبيت في الفيديو ده اطلع الكلام اللي جوايا عن التفاؤل. اوكي، انا في الفيديو ده مش جاي ابيع لك الوهم واقول لك انت عشان تتفائل لازم تبقى غني، وعشان تبقى غني لازم تشترك في الكورس بتاعي ال 100 دولار، وعشانك هعمل لك خصم هيبقى 99 دولار بس. اللي غالبا انت هتقفل الفيديو ده وهتسخن عشان التموين وتاكل جبنه وتنام. تمام، بجديه بقى، في مقوله قالها تشي جيفارا: ما اسهل الحديث عن الصبر عندما لا تكون المصيبه مصيبتك. وهنا سهل جدا اقول لك اصبر وعافر وكلام من ده، بس جيس وات، مفيش حاجه هتتغير في الواقع. وخلينا متفقين ان برضه مش قصدي احبطك وكده، بس بديك صفعه من الواقع اللي احنا فيه، وإننا مش عايشين في كوكب زمردة وكل حاجة جميلة. لا، فوق كده احنا في دنيا بنت حلوة. لازم يطلع عينك عشان ترتاح، ولا مش هترتاح في الدنيا برضه، ترتاح لما تموت. انك في الدنيا ايمين الدنيا رايحة على منحدر غريب ومفيش مجال للتفاؤل. والناس اللي تقول لك يا عم انت مش شايف غير الجانب المظلم من الدنيا، عايزك بقى تمسك جملته لقحها على جنب. اوكي، هنتكلم بجد، نتكلم بجد. انا بصراحه حاسس اني اقف متاملا ارى ذلك الخراب الذي يطلقون عليه الحياه. موضوع انه من 2019 والدنيا اتغيرت هو فعليا ايوه. بالنسبه ليا من 2019 حصلت حوارات وكده ولسه مأثره على حياتي لحد دلوقتي. ولا مش حوار عاطفي، انا حياتي مش تافهه للدرجه دي، حوارات شخصيه وكده. على راي غسان كان فاني، يا ريت يكون نطقي صح، لما قال: ألست ترى أن التشاؤم هو الشجاعة؟ لست ترى أن التفاؤل هو كذب وهروب وجبن؟ أنت تعرف أن الحياة قميئة وسيئة، فلماذا تواصل الأمل بها؟ مش عارف، حاسس ان في الفيديو ده رميت كمية تشاؤم تخليك تقتل نفسك، بس بجد التفاؤل الخيالي كذبة. توهم نفسك انه خير خير ومفيش حاجة تدل على كلامك ده اصلا التفاؤل مصطلح اخترعه الانسان عشان يخدع عقله ويريحه. ده التشاؤم اللي هو شايفه حواليه. بس انا في الفيديو ده اتكلمت براحتي، وانا عامة مش براجع قوي الكلام اللي بقوله، اللي في دماغي برميه واللي يحصل يحصل. ودي كانت وجهة نظري عن الموضوع ده، فلو حابب انك تتكلم معايا ده حسابي انستا. بس كده، سلام.